السلام عليكم الحباب. نظرا لواحد الطلب ديال واحد المتتبعه ديالي طلبتني انني نوريها كيفاش تشد العباره على الكليانه، وكنت غندير لها غير فيديو ونلوحو في الواتساب شويه. ونقول علاش ما نديرش فيديو نحطو في القناه حتى الناس اللي عمرهم ما يعني بغاو هذا الفيديو وبغاو يستافدوا منه يستافدوا جميعا ان شاء الله. انا ديجا درت فيديو لواحد السيده بعيده مني ما كتسكنش حدايا وبغات واحد جلابه سبور، وكيفاش غنشد عليها انا العباره وهي بعيده عليا. غير وريتها كيفاش تشد العبارات، كتشد العبار كتشد العبار وكتعطيني وانا كنكتب في الورقه، وخيطت ليها الجلابه. وما شاء الله يعني الا كسمعت الفيديو ديالها غتخلي لي تعليق، جاتها عبار اكزاكت. المهم كنشدو اول حاجه كنبداو بالكتيفات، كنجيو هنا الكتاف هنايا كيكون عندنا واحد العضايم هنا. اي مراه او اي شخص كيكون عنده واحد العضايم مثلا في القنت كنوركو عليه بحال هكا كنقيسو كنلقاوهم كنشدو من هنا حتى لهنايا. كنعتذر على الضجيج كاينه في الزنقه. كنشدو من هنا لهنا بحال هنايا. هنا هاد هنايا المانكا عندها 40 عطاتنا 40 في الكتف. صافي كنقسموه على جوج ملي كنكونو كنفصلو كنحيد الثوب مطوي. صافي كنديرو حنا نديرو 20 ونزيدو واحد ديال الخياطه. صافي المهم هنايا كندور على الكليانه كنشدو كما قلت لكم كنشدو الكتف من اللور. صافي كنجيو ناخدو العبار ديال الصدر ديالنا. هنايا عندنا 31 في الصدر. صافي كنهبطو كناخدو الورك هنايا غندير 35 في الورك. صافي وكنجيو هنايا من هاد العضيه نيت نفسه كنحطو عليه السنتيم. صافي وكنشدو المونش ديالنا كتيفات. فغنديرو 3 كار او نديرو كم او نديروهم معدي هنايا 63 في الكم. ملي كناخدو العبار ديالكم كنجيو هنايا الوسط ديال الكتف ديالنا، الوسط هنايا، وكندوزو على الصدر من فوق الصدر وكناخدو الطول. ناخدو الطول ديالنا عندي متر و45 في الطول. ضروري ناخدو من هنا الطول، ما ناخدوش الطول انا في البدايات انا كنت كنغلط وكناخدو من هنا من اللور. من هنا من اللور كيعطينا الطول كيعطيه لنا ناقص من هنا مع الارتفاع ديال الصدر من هنايا. من هنا باش كناخدو الطول باش كيجينا الطول كيعطينا النتيجه هي هذيك. ممكن نتمنى اي واحد يكون فهم هذا الدرس هذا، ولا كنديرو ثاني بحال هاد العمليه بحال هكا. بحال هاد العمليه هاتي الضجيج عندنا هنا في الزنقه مع الوليدات الصغار. كنعتذر وكنحاولوا ندخلوا دراع ودراع نخرجوه من فوق سميتو. في هذا حتى في العبار ديال البنيات الصغار وفي سميتو كناخذوا بحال هكا العبار ديالنا. كنخليو هاد الايد هكا مثلا هنا عندنا 112 او 114 وكنقسموها على 4. كناخذوا الربع ديما كناخذوا هذا الربع هو اللي كناخذوا عليه حيت الثوب كيكون مطوي على 4. ملي كناخذوا هذا الربع هذا ونفصلو كيكون الثوب يعني كامل. يعني عندنا الربع من هنايا والربع من هنا والربع ديال اللور. وهذيك السنتيم ديال الخياطه اللي كيتزادنا هنا كيتزادنا غير في الجانب في هذا الجنب وفي هذا الجنب. يعني بحال نزيدو 2 سنتيم ديال الخياطه ديال السورجي وديال البيكوز. وهذا كنتمنى نكون شرحت لكم كيفاش تاخذوا العبارات بطريقه مزيانه. وانا السيده كما قلت لكم يعني عمرها ما شدات السنتيم اللي عطيتها انها تعبر لي على الكليانه اللي باغا ناخذ عليها العبار، وعبرت عليها تبارك الله. وجا العبار هو هذا كما عطيتو لها كما عبرات، وجا العبار ما شاء الله. وكنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم خليو واحد لايك واحد كومونتير، ولا بغيتو بحال هكا نصائح في الخياطه وبحال هكا ديال العبارات، ولا كيفاش تسوقوا المنتوج ديالكم، كيفاش تجيبوا الكليان غادي دايره لكم فيديو بحال هكا يعني من الدار كيفاش نجيبوا الكليان ديالنا. حنا نمشيو نقلبوا عليه، ما نتسناوش يقلب علينا حيت حنايا مسدود علينا في قلب واحد المحيط بحال هكا. يعني ما عندناش محل الناس دايزين وغادي يديروا. بالنسبه للناس اللي شاركت معاهم الفكره ديال اللباس المدرسي السنه السابقه. المهم دابا انا بغيت نعطيكم الفكره قبل يعني باقي الحال انكم تدوروا دابا حاليا على المدارس وتجمعوا لي كوموند ديالكم وتبداو خدامين في اللباس ديال التخرج او لبسات مدرسيين مسرحيات
كيعطى الله ما يدار. انا دابا سبقت لكم الفكره، ونوضوا نتوما ان شاء الله خدموا على راساتكم، والله يجعل ربي يرزق الجميع من حيث لا يحتسب، واللي بغى شي حاجه واللي قلبه زوين ان شاء الله راه ربي يسهل عليه. انا غنبدا ان شاء الله، يعني اول كوموند خديتها في المدرسه ديال اللباس ديال التخرج، غنبدا نشارك معكم ان شاء الله. غدا ان شاء الله ناخذ الثوب الا بغى سيدي ربي، غدا ولقيت اللوان اللي باغا وهذا، وغنبدا معكم. وانتم بغيت نشجعكم من هذا الفيديو هذا باش تنوضوا ان شاء الله نتوما تقلبوا على لي كوموند ديالكم وتخدموا وما تبقاوش عاكزين. يلا خليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.